مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي استمرار تساقط أمطار رعدية خلال ليلة اليوم على مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتأسيلي. بالنسبة ليوم الغد بإذن الله تقريبا نفس الوضعية الجوية، تبقى تنشط أمطار رعدية نحو أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتأسيلي، تكون معتبرة محليا أحيانا مرفوقة بتساقط حبات البرد. أمطار رعدية أيضا ستنشط بالصحراء الوسطى لكن بأقل حدة مقارنة بأقصى الجنوب. تبقى أجواء شبه رعدية نحو الصورة وشمال الصحراء، وهذا خلال الظهيرة احتمال أمطار محلية. نفس الأجواء ستشهدها كل الهضاب العليا والأوراس خلال الظهيرة. أما السواحل ستشهد نسبة رطوبة عالية خلال الصباح، خاصة بسواحل الوسطى والغربية، حيث سيكون هناك ضباب محلي خلال الصباح الباكر. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة بالمناطق الشمالية، في حدود 27 درجة ببشر، 29 درجة بالجنوب الشرقي، تقارب 32 درجة على مقياس بتندوف وحتى تقريبا بإن صالح وإنقزام. أما بتمن راس لن تتعدى 22 درجة. فيما يخص الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد بإذن الله ستتراوح ما بين 31 إلى 36 درجة، ستعرف تراجع نحو السواحل الشرقية بينما سترتفع نحو السواحل الغربية. 40 درجة منتظرة بتيزي وزو، 43 درجة بإندفلا، كذلك بغليزان ومعسكر، 40 درجة بباتنا، 41 درجة جنوبا منتظرة بغردايا، 44 درجة بإليزي وإناميناس، 34 درجة فقط بتمنراس، 39 درجة بجانات، بينما ترتفع لتتراوح ما بين 45 إلى 46 درجة بين تندوف أضرار وإنسالة. فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الشرقية، الرياح ضعيفة على العموم. هذا بالنسبة لداخل الوطن. أما بالنسبة للقارة المجاورة القارة الأوروبية ستشهد أمطار كل من فيينا ب 30 درجة، نفس الأجواء بباريس 32 درجة، كذلك أمطار بلندن 23 درجة، مش مثال العموم بباقي العواصم. 29 درجة منتظرة ببرلين، 31 درجة بإسطنبول، 26 درجة بلشبونة، ترتفع بمدريد لتقارب 34 درجة، والحرارة تصل إلى 36 درجة بروما. نعود إلى أرض الوطن. على مستوى العاصمة دائما وقت شروق الشمس سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و7 دقائق، والغروب على الساعة 7 مساء و35 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.